السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو بتاعنا ده هنتكلم عن الآيفون في أداة اس كي اللوكر فيرجن 33، وهنعرف بالتفصيل إزاي نقدر نتعامل معاه سواء هالو سكرين أو رام ديسك، وإزاي نقدر نفرق بين الاتنين بطريقة سهلة جدا. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكم أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنتكلم عن الأي كلاود بشكل عام في أداة اس كي اللوكر فيرجن 33، وإيه اللي نقدر نعمله بالظبط في التحديث ده سواء هالو سكرين أو رام ديسك. الرام ديسك يا جماعة الجهاز عليه رمز، يا اما تم ايقاف الايفون وطبعا عايز تعمل تخطي الاي كلاود بشبكه. في الحاله دي بتقدر تعمل من خلال اداه اس كي اللوكر زي ما هنشوف في الفيديو مع بعض. طيب مبدئيا تعالوا نبدا الشرح على طول. هنضغط على لوج ان. طبعا الجهاز معانا مثلا عليه رمز او تم ايقاف الايفون، وبرضو هوضح لك دلوقتي صورتين هيظهروا على الشاشه. الصورتين دول هم دي الاوضاع اللي بيكون فيها الجهاز باص كود. طبعا الجهاز عليه رمز يتم ايقاف الايفون، ده رام ديسك. تمام، ده الرام ديسك. بدخل على قائمة ابل زي ما حضراتكم شايفين، وهنا هبدأ ادخل الجهاز بتاعي دي اف يو. طبعا كل طريقة للجهاز، يعني كل جهاز ليه طريقة في الدخول لوضع الدي اف يو. فالافضل ليك هنا انك تدخل على جوجل وتشوف الموديل اللي معاك ايه وتدخله دي اف يو. كده انا دخلت الجهاز اللي معايا دي اف يو. هبدأ اعمل ديفايس في الاول خالص علشان يقرا بيانات الجهاز بتاعي. زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. ولازم نعرف هنا حاجة مهمة جدا، الديفايس دي مش معمولة منظر كده، معمولة ان هي بتعمل اصلاح للتعريف بتاعك. يعني لو في مشكلة عندك في التعريف هي بتحلها او بتظبط لك التعريفات بتاعتك. فاول حاجة بنعملها ديفايس، ويبدأ يجيب لك بيانات الجهاز كده ويقول لك ان الجهاز في وضع الدي اف يو زي ما حضراتكم شايفين. هنا بيقول لك الجهاز مش معمول له باوند، تمام. فبالتالي اول خطوة اللي بعد كده، يعني هنا بيقول لك باوند نو، فبالتالي الخطوة اللي بعد كده إن أنا محتاج أعمل باوند علشان أقدر أعمل رام ديسك للجهاز بتاعي وأعمل تخطي للأي كلاود بشبكة بطريقة سهلة جدا. طيب بعمل إيه؟ بروح على الزرار الخاص بالباوند وأضغط عليه ضغطة واحدة زي ما حضراتكم شايفين، وننتظر مع بعض ونشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي. خلال لحظات بسيطة جدا هيقوم بعمل باوند للجهاز اللي معايا، والجهاز طبعا ايفون 6 اس. زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده عملنا باوند بشكل كامل. تعالوا بقى نعمل ديفايس تاني علشان نتأكد هل الجهاز اتعمل له باوند ولا لا. هنضغط تاني على ديفايس وننتظر لما نشوف الجهاز اتعمل له باوند ولا لا. هنا بيقول لك الباوند هنا يس، واسم الباوند هنا جستر. تمام، يعني انا كده جاهز ان انا ابدأ الخطوات التانية. هنلاحظ حاجة كمان، ان بدأ يفتح لي الزراير الخاصة بالبوت. يعني الزراير هنا ظهرت معايا لما انا احتاجت اوصل للمرحلة دي. اول ما عملت الباوند، يعني الزرار دي ما بيتنورش معاك الا اذا عملت باوند. تمام، زي ما حضرتك شايفين. ده بيفرض الباوند ما قبلش معاك. هنا في ادوات كتير جدا مجانيه تقدر تعمل من خلالها الباوند، زي اداه اي كي تول الخاصه بتخطي الايفون. تمام، هنا في اللحظه دي بشوف الجهاز بتاعي هل هو البوت بتاعه 12 فيما فوق، ولا 15 فيما فوق، ولا 16 فيما فوق. طيب الجهاز اللي معايا دلوقتي هو 15 فيما فوق، فهنا هبدأ أعمل بوت رام ديسك. هنا بيقول لك إن أنت عملت بوت رام ديسك خلاص، اضغط موافق. هنلاحظ حاجة جميلة جدا، زراير البوت اختفت والزراير اللي عليها الشغل ظهرت اللي المفروض تشتغل بيها. تمام. طبعا هنا بيقول لي انك تقدر تاخد باك اب من ملفات الباسكود، وطبعا تقدر تعمل ريستور لملفات الباسكود. طبعا هنقول له عايزين باك اب، لازم ناخد الملفات الاول ونتاكد من الكلام ده. هنلاحظ ظهور فولدر هنا حالا باسم الاداه علشان يحفظ لك في الملفات. زي ما حضراتكم شايفين هنا عمل لك فولدر، ولازم تتاكد ان الفولدر موجود ملفات الرام ديسك بتاعت الاكتيفيت، واداك رساله تانية جميله جدا لازم تبقى فاهم الرسائل دي بتاعت ايه. هنا بيقول لك ان انت خدت الملفات خلاص، اعمل ضبط مصنع للجهاز. فقبل ما تضغط اوكي او كنسل لازم تتاكد من الفولدر ده موجود في قلبه الملف بتاع التفعيل. تمام، اتاكدت تمام، هديله اوكي. هنلاحظ ان الجهاز قفل معايا وعمل ضبط مصنع. هننتظر لما ينتهي من الفورمات ونرجع نكمل الخطوات مع بعض.
طبعا خدنا الملفات وعملنا ضبط مصنع زي ما حضراتكم شايفين. ايه هي الخطوة اللي بعد كده؟ اول ما الجهاز ينتهي من ضبط المصنع بعيد نفس الخطوات تاني كلها ما عدا خطوة واحدة بس، اللي هي ايه؟ يعني انا بعمل الديفايس وبعمل الباوند وبعمل البوترام ديسك. في الخطوة الخاصة بالباك اب او الريستور بعمل ريستور، برجع الملف ده. هو الأداة بتجيبه من نفسها بشكل تلقائي وبترجع الملف للموبايل بتاعك، وبيتم تفعيل الجهاز او تخطي الاي كلاود بشبكة بشكل كامل للجهاز اللي انت شغال عليه. فالموضوع سهل جدا جدا، حبينا نوضحه ونعرف الناس طريقة الشغل لان الناس طلبت مننا طريقة عمل الباسورد. هي فكرة واحدة، الطريقة سهلة جدا. لازم نعمل ديفايس علشان خاطر الجهاز يصلح التعريفات ويبدأ معانا بالتعرف على الجهاز ويشتغل بشكل طبيعي زي ما وضحنا بشكل عملي في الأداء. الخطوة اللي بعد كده تعالوا نروح نشوف هالو سكرين وازاي نقدر نعمل تخطي الهالو سكرين بطريقة سهلة جدا. زي ما حضراتكم شايفين هنروح لجزء الهالو سكرين، والهالو سكرين يعني الجهاز متفرمط واقف على اللغة، محتاج اعمل له تخطي للاي كلاود. طيب علشان اعمل تخطي للاي كلاود لو الجهاز بالشكل ده بالظبط، علشان اعمل تخطي للوضع ده للايفون لو الجهاز متفرمط وواقف على اللغة زي ما حضراتكم شايفين، لازم اعمل جيلي بريك. انا شايف ان افضل اداه انا اشتغلت عليها لعمل الجيلي بريك هي اداه البرو ماكس. والاداه دي طبعا الجيلي بريك فيها مجاني مش بفلوس لانها بتدعم اصلا تخطي المدفوع. فالفكره كلها ان احنا هنحتاجها بس نعمل من خلالها الجيلي بريك. هنضغط هنا الدخول لوضع الريكفري، هيبدا يدخل معايا الايفون بتاعي الى وضع الريكفري زي ما حضراتكم شايفين. هنا هنبدا نكمل او نمشي الخطوات معاه بشكل طبيعي جدا. هنضغط بوت وبعد كده ستارت ونضغط على الزراير بتاعتنا لعند ما يدخل معانا دي اف يو. هنبدأ ننتظر لما يدخل معانا دي اف يو علشان يعمل معانا جيلي بريك بشكل طبيعي. في ادوات كتير جدا تقدر تعمل بيها جيلي بريك، تمام. وفي التحديث اللي جاي بامر الله هضيف لكم الجيلي بريك موجود في الاداة علشان خاطر ما تحتاجش اي حاجة خارجية. هيبدأ هنا معايا يعمل جيلي بريك، هنبدأ ننتظر لما ينتهي من عمل الجيلي بريك زي ما حضراتكم شايفين. كده خلص الجيلي بريك. الموضوع سهل جدا وسريع جدا بدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل، مفيش اي حاجه صعبه في الموضوع. قلنا الرام ديسك بنعمل له باوند وشرحنا عملي ازاي نعمله، تمام. ونفرق بين الهالو سكرين والرام ديسك. الرام ديسك يعني الجهاز عليه رمز يا اما تم ايقاف الايفون، في الحاله دي نقدر نعمل رام ديسك وتخطي للاي كلاود بشبكه، تمام. هنا الجهاز عملنا جيلي بريك والجهاز فتح معانا زي ما حضراتكم شايفين واقف على اللغة. كل اللي بعمله هنا زرار الهالو سكرين هو ده من اي او اس 15 ل 16، بضغط عليه كده، ما بعملش اي حاجة جديدة ولا بعمل اي حاجة نهائي، بس كل اللي بعمله جيلي بريك وبضغط على الزرار ده بس، ما بعملش حاجة تانية، تمام. وننتظر لما ينتهي معانا ونشوف النتيجة مع بعض. هنا بيقول لي اعمل تخطي للتثبيت او الفتح اللي هي هالو سكرين والكلام ده، تمام. هنشوف مع بعض الجهاز عمل ريستارت وهنضغط اوكي. قال لي الجهاز تم اكتفته بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين اي او اس 15 8.4. هنشوف مع بعض احدث اصدار من الجهاز ده. هنبدأ ننتظر لما يفتح معانا وهنلاحظ ان الجهاز فتح بشكل كامل، اقدر استخدمه واشتغل بشكل طبيعي. طيب هنوضح كذا نقطة برضو عشان الناس تفهم. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز عمل تخطي كامل للايفون واقدر استخدمه بشكل طبيعي. فكده وضحنا بشكل عملي ازاي تقدر تعمل تخطي للاي كلاود في حالة ان الجهاز واقف على هالو سكرين. ولازم نفرق بين الرام ديسك، انا بكرر الجزئية دي كتير جدا لاني سألت فيها كتير جدا، بلاقي ناس من المشتركين معانا عندهم الجهاز هالو سكرين وبيعملوه رام ديسك. يا جماعه ازاي؟ كل حاجه ليها الجزء بتاعها، في خط فاصل هنا بين العمليتين اهو، شايفينه؟ انا حاطط خط هنا اهو، ده اللي فوق ده رام ديسك. كل الزراير دي الخاصه بالرام ديسك زي ما وضحنا في الفيديو. طيب واللي تحت ده الهالو سكرين بس اللي هو التخطي للاي كلاود لو الجهاز متفرج. تعالوا نعمل مراجعه سريعه على كل اللي قلناه. الزراير الخاصه بالبوت رام ديسك دي لو الجهاز عليه رمز او تم ايقاف الايفون بقدر اعمل تخطي الاي كلاود بشبكه بضغطه واحده زي ما شفنا مع بعض. تعالوا نعمل مراجعه سريعه مع بعض
الرام ديسك هو الجهاز يا اما تم ايقاف الايفون يا اما عليه رمز، ده الرام ديسك بس. الهالو سكرين هو الجهاز متفرمط او اخد سوفت وير واقف على مرحبا، واقف على اللغه. يبقى عرفنا الفرق بين الرام ديسك والهالو سكرين، وطبعا شرحنا الاتنين ازاي تقدر تتعامل معاهم بشكل طبيعي وبدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء. وطبعا بكده النهارده يكون شرحنا قسم ابل كامل. طبعا هيحصل فيه تحديثات كتير الفترة اللي جاية، والحمد لله ان احنا داعمين اخر حماية من كل اجهزة الايفون لتخطي الاي كلاود او تخطي الباس كود. وطبعا الجهاز ده لما جيت اعمله دلوقتي اتعمدت ان انا احدثه لاخر اصدار موجود عليه حاليا في وقت تصوير الفيديو. وبكده النهارده يكون شرحنا قسم ابل كامل. هنعمل نفس الفيديو على كل الاقسام علشان يكون مرجع لكل المشتركين معانا وما يحتاجش او يعطل على اي مشكله. وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا اي جديد بنعمله على القناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.